بسم الله. السلام عليكم. نستنى بس شوية كده لحد ما يبقى معانا حد. الصوت واضح ولا واطي؟ الصوت واضح؟ ان شاء الله النهاردة يا جماعة يعني ننتظر بس كده نعمل تيست كويس وبعد كده نبدأ نتكلم ان شاء الله. جمعة طيبة الأول علينا جميعا، وإن شاء الله يبقى يوم ظريف كده ونتكلم مع بعض شوية كلام كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني في سؤال، يعني أسئلة كتير جات لنا متكررة عن موضوع الزراعة، وبيكون في ليه في اختلاف في النتائج. في نتائج بيكون فيها الكثافة عالية، وفي نتائج بيكون فيها الكثافة متوسطة، وفي نتائج بيكون فيها الكثافة أقرب لأنها تكون ضعيفة. طيب احنا لما حصل معانا الأول خالص علشان نتكلم، لازم الأول نفهم يعني إيه زراعة أصلا. يعني فكرة الزراعة هي إيه؟ ببساطة يعني احنا لما نتكلم عن زراعة الشعر، فالزراعة هي عملية هندسية. ازاي عملية هندسية؟ انا بيكون عندي منطقة فارغة من الراس ومنطقة متبرعة. الزراعة بتنطبق نتيجتها بناء على حاجات كتير. اول حاجة منهم ربنا يكرمك يا استاذ حسام، فكرة احنا عندنا منطقة مانحة قد ايه وطبيعتها عاملة ازاي، وعندنا منطقة صلع او منطقة مستقبلة كثيفة ضعيف، يعني متوسطة المساحة ولا كبيرة المساحة ولا وضعها ايه. فالفكرة كلها ان احنا المفروض بنقيم وضع المنطقة اللي هتستقبل البصيلات، اللي هي منطقة الصلع او منطقة الفراغ، وبنشوف هي كام سنتي، وعلى الاساس ده بنبدأ نحدد هنقدر نحط في كل سنتي كام جرافت. طيب المنطقة المانحة بيبقى فيها شقين بنعتمد على اساسهم في موضوع الزراعة. اول شق فيهم هو شق عدد الجرافتات في المنطقة المانحة. تاني شق هو طبيعة الجرافتات في المنطقة المانحة. يبقى احنا عندنا 3 حاجات بنقيم على اساسهم وضع الزراعة. اول حاجة درجة الصلع، تاني حاجة هي المنطقة المانحة قوتها عاملة ازاي، تالت حاجة طبيعة الجرافتات في المنطقة المانحة، هل هي قوية، هل هي ضعيفة، هل هي أحادية، هل هي ثنائية، هل هي ثلاثية، وهكذا. وعلى الأسس دي بنبدأ نحدد احنا هنوصل لنتيجة عاملة ازاي. تاني حاجة بنتكلم فيها هو فكرة أصلا العميل اللي جاي يزرع، هل هو في صلع مستقر ولا في صلع نشط، هل هو المنطقة اللي عنده لسه في المستقبل هنقدر نوصل إن الصلع هيزداد مع العمر أو المنطقة المناعة بتاعته هتضعف مع العمر ولا لأ. دي كلها عوامل بنحددها من البداية خالص في الكشف. يعني إحنا في الكشف هل هنقدر نوصل مع العميل بتاعنا إن إحنا نقدر نحدد له خطة مناسبة وتصور واضح لدرجة الصلع بتاعتنا هتكون عاملة ازاي، ولا الامور هتكون فيها ايه دي باين ان احنا محتاجين ان احنا ناخد علاج، لا احنا محتاجين ان احنا نأجل فكرة الزراعة الاول، لان الصلع عندك انت جاي مثلا في سن صغير ودرجة الصلع عندك كبيرة، فاحنا مع العمر هتلاقينا وصلنا لشكل مش كويس، والمنطقة المنحة هتتأثر، وانت عايز تزرع في السن ده بطريقة معينة مش هتكون مناسبة ليك بعد شوية عشان خاطر الصلع اللي هيروح معاك. فدي كلها عوامل بنحدد على اساسها احنا هنقدر نزرع ولا هناخد كثافة عالية ولا هناخد كثافة متوسطة، وعلى الاساس ده بنقدر نحدد معاه من البداية خالص هو هياخد نتيجة عاملة ازاي.
طيب يجي الشق التاني دايما، والشق اللي فيه خلاف كبير: يا دكتور هناخد المينوكسيديل بعد العملية ولا مش هناخد العلاج؟ وهل هفضل ماشي على علاج على طول ولا مش هفضل ماشي على علاج على طول؟ النقطة دي بتتحدد معانا من البداية خالص في فكرة الكشف. يعني أنا دلوقتي ولنفترض إن أنا ربنا يعافينا جميعا مثلا مريض بالسكر، هل ينفع وأنا مريض سكر آخد العلاج لفترة مؤقتة من حياتي؟ أكيد لأ، لان السكر هو مرض مزمن. المرض المزمن ده بيحتاج مني ان انا اسيطر عليه مش اعالجه. يعني انا مش هقدر مثلا اعتبر ان السكر ده عدوى بكتيريه دخلت جسمي فهاخد لها مضاد حيوي معين لفتره معينه فهقضي على العدوى دي فالجسم يرجع لحالته الطبيعيه. لا، هو مرض مزمن بحتاج ان انا اسيطر عليه عن طريق ان انا بعالج الخلل اللي في الجسم ده بعنصر خارجي اللي هو العلاج اللي احنا بنستخدمه. طيب لو واحد جاي وهو في مرحلة صغيرة، سنه مثلا تحت ال30، أو لسه خريطة الصلع عنده ما استقرتش والأمور عنده لسه فيها الصلع واضح جدا إنه لسه منتشر ومع العمر ممكن يؤثر على المنطقة المانحة، فهنا بنقول له إن أنت مع الوقت، بنخاف إن أنت مع الوقت الزراعة اللي إحنا هناخدها في السن الصغير ده تكون هتتأثر بالصلع، لأن أنا باخد شعر من المنطقة المانحة. طب لو المنطقة المانحة دي مع العمر كان هتصاب بالصلع الوراثي، يعني على طريق إنها تضعف أو عن طريق إن الصلع ينتقل من درجة لدرجة متقدمة أكتر. فهنا بنبقى عايزين نحدد العميل بتاعنا هو محتاج إن هو يلتزم على العلاج للحفاظ على المستقبل اللي إحنا مش عارفينه وخايفين منه. فهي دي الفكرة بتاعت علاج ما بعد الزراعة اللي هو المينوكسيديل كعنصر اساسي. طيب الناس يا دكتور يقول لي اكتب لي اي علاج ما عدا المينوكسيديل. خلينا نفترض افتراض جدلا كده ان احنا هناخد علاج اسمه مثلا اكس، اسمه واي، اسمه عباس مثلا. طيب انا طول ما انا باخد العلاج ده، هل العلاج ده هيفضل مكمل معايا ولا مش هيفضل مكمل معايا؟ هل هو هيعالج الخلل الجيني اللي عندي اللي مؤدي ان انا مصاب بالصلع الوراثي، ولا هو هيسيطر على العلاج او هيسيطر على المرض لفتره مؤقته طول ما انا بستخدم العلاج؟ لا، هو هيسيطر على المرض طول ما انا بستخدمه. طيب لو انا وقفت العلاج ده في اي مرحله تانية بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3 سنين، هيرجع الجسم يخش في دايره حياته الطبيعيه، دايره النشاط اللي كان هو مصاب بيها ودايره الصلع اللي كانت عنده. فاحنا هنا بنكون عايزين نشرح للعميل بتاعنا ان هو اصلا هل هو جاي لي من البدايه خالص في صلع مستقر ولا صلع نشط؟ لو هو صلع نشط، هل انا متخوف ان الصلع ده يوصل لدرجه كبيره، ولا هو حتى في اقصى درجات نشاطه هيوصل لدرجه مثلا ثالثه او رابعه او خامسه فانا هقدر اسيطر عليها بمنطقه مانحه قويه وبزراعه اصلا من البدايه؟ فهي دي النقاط اللي بنحدد على اساسها. يعني انا هوريكم برضو حاله كده، يعني احنا زارعين له واحنا حوالي كان هو 22 سنه، وكانت الامور عنده يعني ايه تسمح بالزراعه. ليه تسمح بالزراعه؟ لان هو عنده منطقه صلع واضحه خالص. تمام، ده كان شكل العميل بتاعنا قبل العمليه زي ما احنا شايفين. هل احنا عندنا درجه صلع الربع الامامي من الراس كله مفقود، تمام، والمنطقه اللي في الاعلى زي ما احنا شايفين هي فارغه خالص، يعني زي ما احنا شايفين كده المنطقه العلويه دي فارغه. طب انا عندي شق هنا محتاج علاج، متخوف مع العمر ان الصلع ينتقل من كل المسافه دي تقع. فاحنا لما نيجي نحط خطتنا لازم نحط خطتنا باعتبار ان كل الشعر ده واقع، مش باعتبار ان هو موجود. ليه؟ علشان في المستقبل لو هو حب يعمل مرحله تانية اكون انا حاطط خطه من البدايه مناسبه لمرحله ايه التانية. طيب فاحنا لما جينا رسمنا خط شعر عالي شويه علشان خاطر نقدر نوصل لشكل طبيعي مع الوقت. يعني احنا رسمنا خط الشعر بشكل عالي شويه كده زي ما احنا شايفين. ليه رسمنا بخط الشعر العالي كده؟ علشان خاطر لو هو العميل بتاعنا ده ما التزمش على العلاج في اي مرحله تانية من حياته يكون الشكل العام المرسوم مناسب لعمل مرحله تانية والمنطقه المانحه ما تكونش اتضررت معانا. طيب هل العميل بتاعنا كان بعد التزامه على العلاج لمده 4 شهور بعد العمليه كان شكل المنطقه الخلفيه اللي كانت خفيفه بالشكل ده؟ ده كان في الشهر الثالث من العمليه بالظبط. زي ما احنا شايفين الجزء الخلفي تحسن جدا 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 نتيجة التزامه على العلاج. فاحنا العلاج بالنسبة لنا كان في الحالة دي مهم. هو سن صغير، عنده بصيلات غير بصيلات مصابة بالصلع لسه ما ماتتش وممكن تتحسن بالعلاج. طيب هنفترض بقى ان العميل ده كان بياخد علاج اسمه اكس زي ما اتفقنا. هل لو هو بطل العلاج ده في اي مرحلة معينة من حياته التحسن اللي وصله ده مش هيسوق تاني والسايكل بتاعه المرض هتفضل تستمر من جديد؟ ده اللي هيحصل. فاحنا بنتكلم في النقطه دي ان العميل بتاعنا هنا احنا زرعنا له مرحله اولى تكفيه وعملنا له علاج يغنيه عن المرحله الثانيه. طب فهو في النهايه خلاص بعد 6 شهور وصل للشكل ايه؟ لا احنا زي ما احنا شايفين كده هوريها لكم. ده بقى كده بعد 6 شهور بالظبط. هل احنا لسه دي مش النتيجه النهائيه زي ما احنا متفاهمين والامور ما شاء الله فوق الممتازه؟ طيب
دلوقتي هي دي العوامل اللي احنا بنتكلم على اساسها بنقدر نحدد هل العميل بتاعنا هيقدر ياخد درجة صلع يعني درجة زراعة بكثافة عالية. يبقى لازم تكون عندي خطة مناسبة من الدكتور من البداية خالص. الخطة دي بنكون حاطين فيها درجة الصلع وسن العميل بتاعنا ودرجة قوة المنطقة المانحة وطبيعة الجرافتات فيها، وإن إحنا نبقى حاطين خطة في المستقبل إن هو حتى لو الصلع بتاعه انتشر وكان مش ملتزم على العلاج نقدر إن إحنا نحط له التكملة بتاعة العملية بتاعتنا بحيث إن هي تطلع في النهاية خالص بشكل فني جميل. فدي باختصار هي قصة العلاجات اللي بعد العملية، وهل احنا ملتزمين عليها مدى الحياة ولا مش ملتزمين عليها مدى الحياة. لا احنا مش بالتبعية مش هنفضل ملتزمين عليها مدى الحياة. يعني فرضا مثلا انا جات لي مثلا بنت عندها جبهة كبيرة شوية وعندهاش اي علامات من التساقط الشعر الوراثي، فانت لما هتعمل لها عمليه تصغير الجبهه هل هتفضل هي ملتزمه على العلاج مدى الحياه؟ بالتبعيه لا، لان هي عندها منطقه منحه غير متاثره بالتساقط الوراثي، ما عندهاش الجين اللي بيؤدي للمرض ده. فاحنا لما هناخد العلاج هناخده لفتره مؤقته كنوع من تغذيه البصيلات المزروعه عشان تنجو معانا باكثر طريقه ممكنه وباكثر نجاحا يعني. فهي دي باختصار الفكره اللي كنا عاوزين نتكلم عنها النهارده، واللي اتمنى يعني نكون كلنا فهمنا فكرة احنا ازاي بناخد العلاج وازاي بنقدر نحدد معانا هل الكثافة هتبقى مختلفة ولا هتبقى ضعيفة. لان لو انا مثلا عندي عميل درجة الصلع بتاعته وليكن كبيرة، درجة مثلا 7 مثلا ولا 6 وكلام من ده، والمنطقة المنحة بتاعته طبيعة الشعر فيها رفيعة والجرافتات اغلبها يكون احادي، هل العميل ده مثلا لو احنا لو هو عمل العمليه وما اخدش علاج مش ممكن يكون الشعر ده معاه رفيع مع الوقت ويفضل ضعيف؟ طيب لما تيجي مثلا تسمع كلمه على النت يقول لك يا دكتور انا المفروض اخد علاج يقوي المنطقه المنحه وبعد كده ازرع. طب ما هو العلاج اللي بيقوي المنطقه المنحه ده هيفضل مقويها مدى الحياه، ولا لما بتبطل العلاج بتاعك اللي انت استخدمته علشان يقوي المنطقه المنحه هيرجع الشعر يضعف تاني؟ فهي باختصار انت لازم تكون صريح مع العميل بتاعك وتشرح له هو قدراته ايه وهيقدر يدي ايه علشان خاطر هو يحدد على الاساس ده هيقدر يزرع ولا مش هيقدر يزرع. يعني هحاول اشوف كده معايا حالة كانت المنطقة المنحة فيها باين جدا اثر العلاج فيها. احنا مثلا العميل بتاعنا كان في الكشف كان دي درجة المنطقة المنحة بتاعته زي ما احنا شايفين هي منطقة منحة خفيفة خالص. هحاول برضو اغير الكاميرا عشان اوريكم الشكل بشكل اوضح. دي كانت المنطقة المنحة بتاعتنا. المنطقة المنحة زي ما احنا شايفين رفيع، يعني الشعر فيها ضعيف جدا وشبه وبري، يعني احنا الشعر رفيع جدا لدرجة ان المنطقة المنحة بتاعتنا باين جدا فيها ارضية الراس. طيب احنا لما نبقى بالشكل ده ونيجي مع الوقت نلاقي ان احنا بعد اسبوع من العملية المنطقة المنحة كانت بالشكل ده، هل احنا كنا نقدر نختطف عدد بصيلات اكتر من كده؟ بالتبعية لا، لان احنا كنا هنضر المنطقة المنحة بالشكل ده. فالعميل بتاعنا احنا كنا حريصين ان هو ياخد علاج علشان خاطر يقدر يغذي البصيلات الموجودة في راسه قبل العملية. ودي كانت شكل ارضية راسه بعد 4 شهور بس من العملية. كل المنطقة الفارغة دي مش مزروعة، دي نتيجة العلاج وتحسن العلاج. زي ما احنا شايفين العلاج بيأثر معانا جدا وبيفيد جزء كبير جدا غير مزروع. طيب هل العميل بتاعنا بقت المنطقة المنحة بتاعته بالشكل ده بعد العملية؟ زي ما احنا شايفين ما شاء الله العمل يعني الشعر بقى اتقل بكتير. طيب هو الشعر اللي بقى تقيل ده لو احنا بطلنا العلاج مش هيرجع لوضعه الطبيعي قبل العملية؟ هيرجع لوضعه الطبيعي قبل العملية. فهو هنا الخلل او هنا المفهوم الخاطئ عند بعض الناس ان احنا لازم ناخد العلاج مدى الحياة ولا مش لازم ناخد العلاج مدى الحياة. لا احنا مش لازم ناخد العلاج مدى الحياة، بس في بعض الحالات بتكون مضطر انك تقول لهم لازم تاخدوا العلاج مدى الحياة، لان هو عنده منطقة منحة متأثرة بالصلع وعنده منطقة صلع كبيرة جدا، وبالتبعية هو لازم ياخد علاج عشان يستفيد من النتيجة اللي احنا عايزين نوصل لها في النهاية خالص. فهي في الاخر خالص هي معادلة هندسية زي ما قلت في بداية الفيديو. احنا عندنا منطقة صلع حجمها كام سنتي، ومنطقة منحة قادرة على التبرع بكام جرافت، وطبيعة كل جرافت هل هو أحادي ولا ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي. كل ما كانت منطقة الصلع صغيرة وكانت منطقة التبرع كبيرة وطبيعة الجرافتات فيها قوية كل ما نقدر ناخد نتيجة أكثر بإذن الله. طيب كل ما كانت المنطقة بتاعة الصلع بتاعتنا كبيرة وكانت المنطقة المنحة أضعف وكانت طبيعة الجرافتات فيها أضعف، فهنا ممكن نلجأ للعلاج مع الزراعة. لكن
مش هنقدر ان احنا ندي للعميل بتاعنا النتيجه الافضل بدون ما يكون ملتزم على العلاج في حاله زي كده. وده بنوضحه طبعا في الكشف، وعشان كده بنقول للناس ان الكشف شيء مهم جدا علشان نقدر نحدد لكم احنا هنقدر نوصل لايه، وهل اللي احنا هنقدر نوصل له ده هو شيء مرضي بالنسبه لكم ولا شيء غير مرضي. نبدا بقى نشوف لو حد عنده اي سؤال نرد عليه ان شاء الله. استاذ عبد الله بيقول لو سمحت يا دكتور انا عاوز ازرع بس لسه الصلع ما استقرش، هل ينفع ازرع ولا لازم استنى يستقر؟ هي دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها يا استاذ عبد الله. انا اللي هفترض معاك ان انت عندك خريطه صلع واضحه شويه، عندك منطقه معينه الصلع وصل ليها، ومنطقه لسه الصلع ما وصلش ليها بس سنك يدل على ان الصلع هيوصل لها لسه. تمام. فهنا بنضطر ان احنا نشرح لك ان احنا نزرع الجزء الفاضي وناخد علاج للجزء المصاب، زي الحاله اللي انا شرحتها النهارده في الفيديو اهي، هوريها لك تاني. يعني دي كانت شكل العميل بتاعنا يوم الكشف، كان شكله بالشكل ده. خلاص، احنا عندنا منطقه فارغه في الخلف ومنطقه فارغه في الامام. دي المنطقه اللي في الامام اهي، صوره تانيه واضحه، والمنطقه اللي في التاج واضح جدا انها تتاثر مع الصلع. والعميل بتاعنا كان سنه 22 سنه، وكان الصلع ده مأزمه جدا نفسيا. فاحنا لما جينا نزرع هنا قلنا له ان احنا المفروض ناخد علاج يحافظ على المنطقه الخلفيه ويحسنها ويغنينا عن الحاجه لمرحله تانيه، وقمنا بالزراعه بخط شعر مناسب. لو الزراعه معانا كانت مع العمر العميل بتاعنا ما التزمش على العلاج، يبقى عندنا خط شعر مناسب لتكمله العمليه. كان خط الشعر زي ما انت شايف كده شويه عالي زي ما احنا شايفين، يعني احنا خدنا خط شعر باعتبار ان الشعر الموجود مش هيكمل معانا، وكانت في النهايه خالص نتيجه العلاج مع نتيجه الزراعه بالشكل اللي هوريه لك ده. دي كانت المنطقه الخلفيه بعد العلاج ب3 شهور، يعني 3 شهور من العمليه بالظبط، ما شاء الله ما عادش فيها اي فراغ. ودي كانت نتيجتنا بعد 6 شهور من العمليه بالظبط. زي ما احنا شايفين خط الشعر طبيعي ومناسب لدرجه الصلع، والامور ما شاء الله فوق الممتازه. طبعا العميل معاه صور ليه بعد سنه بس في الحقيقه مش في الموبايل ده يعني، فنبقى نعرضها ان شاء الله في فيديو قريب. ففي حالتك زي ما قلت لا، الصلع ما تسيبوش يستقر. لو انت عندك بصيلات لسه مصابه بالصلع الوراثي يفضل طبعا تاخد ليها علاج وما تسيبهاش تموت، وتزرع الجزء الفارغ. ولو كان العلاج يغنيك عن الزراعه من البدايه، لا خد العلاج واستمر عليه من البدايه. محمد علي بيقول متاح ناخد من الدقن؟ بناخد من الدقن في بعض الحالات لو المنطقه المنحه بتاعتنا كانت ضعيفه شويه، وبنستعين بيها عشان نقدر ناخد نتيجه كويسه تغنينا عن ان احنا نسيب نتيجه الزراعه مش كويسه. فدي باختصار الحاجه اللي احنا كنا عاوزين نقولها النهارده، اتمنى ان احنا نكون فاهمينها. ولو في اي حد برضه عنده استفسار نصبر 5 دقايق كده ونكمل. ما زي ما قلت يا استاذ عبد الله، يعني هترجع لللايف تاني ان شاء الله لما نوقف. بس هو العلاج حسب احنا دلوقتي، لو انا عندي لا قدر الله سكر او ضغط، هل ينفع اخد علاجه لفتره مؤقته من حياتي؟ بالتبعيه لا. ليه لا؟ لان هو مرض مزمن. طيب الصلع الوراثي يفرق ايه عن السكر؟ هو مرض مزمن، بس المرض المزمن ده مرض مرتبط بوقت، ان انا في كل سنه من حياتي بفقد عدد من بصيلات الشعر المصابه بالصلع. لو انا وليكن عندي المفروض افقد وانا عندي 50 سنه 50,000 شعرايه من 100,000 شعرايه اللي عندي 50 سنه هفقد ال 50,000 شعرايه دول. طيب لو انا اخدت العلاج هحافظ على 50,000 شعرايه، او هحافظ على الجزء الباقي من بدايه استخدامي للعلاج. طب لو انا وقفت العلاج بعد 6 سنين بعد 7 سنين، هفقد الجزء اللي كان المفروض افقده في خلال ال6 سنين اللي كنت ملتزم بيهم على العلاج، زائد الجزء اللي عليه الدور. فبنحس ان احنا بعد ما بنوقف العلاج ان احنا فقدنا جزء كبير من البصيلات مره واحده، فبنرجع ده لان المينوكسيديل وقع شعري. انا لو استخدمت علاج زي ما قلت قبل كده اسمه محمود، ما اسموش مينوكسيديل، ووقفت العلاج ده بعد فتره معينه، ما هو انا لو مصاب بالصلع الوراثي بالتبعيه شعري هيقع بعد كده. فهي القصه كلها ان انا لو عندي صلع وراثي والشعر لسه مصاب، يا اما هاخد له علاج مدى الحياه، يا اما هوقف العلاج واعمل زراعه. طب امتى ممكن نسمح بان احنا نوقف العلاج ونعمل زراعه؟ لو الصلع عندي كان واضح في خريطه الصلع في البدايه خالص ان هو هياخد جزء محدود من الراس، والمنطقه المنحه عندي كثيفه بقدر كافي ان انا استخدمها بحيث ان هي تغنيني عن العلاج. وفي النهايه طبعا كطبيب surgery is the last line، الجراحة هي آخر خيار بالنسبة لي، العلاج يأتي أولا. فأنا لو أقدر أعفيك من العملية بإن إحنا نستخدم العلاج بقول لك ناخد علاج، لكن لو إحنا هنعمل العملية فبنشرح أبعادها وبنقول إن إحنا في بعض الحالات بنضطر نكمل وبعض الحالات ما بنضطرش نكمل ولا حاجة. يعني النهارده كان لايف خفيف كده بحيث ان احنا نتكلم على
ابعاد العمليه وازاي ان احنا نقدر نحدد الكثافات. ولو في برضو اي حد تاني عنده اي استفسار ممكن نرد عليه ان شاء الله. ده بنحدده لك بقى في الكشف بعد فحص المنطقه المانحه، وهل السن الصغير او السن بتاعنا يسمح ان احنا نوقف العلاج ونعمل عمليه ولا لا. فده ما نقدرش نحدده لك من غير ما نشوفك بشكل مباشر، عشان نقدر نحدد خريطه الصلع بتاعتنا رايحه لفين، والامور بتاعتنا هتسمح، والمنطقه المانحه بتاعتنا هتسمح ولا لا. يعني اظن ان انت جيت شويه في اللايف متاخر، فلو سمعت اللايف في البدايه واحنا بنشرح القصه دي هتفهمها بشكل ادق برضو، بس ده محتاج فحص مباشر ان شاء الله يعني. في اي حد تاني عاوز يسأل عن اي حاجة؟ طيب وايه المشكلة يا استاذ محمد؟ هو كون ان احنا المفروض ناخد من الدقن ده فهو جزء اضافي علينا في العملية، ده جزء يعني احنا بيبقى جهد اضافي علينا علشان نقدر نطلع عدد زي ما شرحت انا في الفيديو. انت بتقول دلوقتي ان احنا المفروض عشان نكثف ناخد من الدقن. طب احنا عايزين ناخد من الدقن ليه؟ لان العدد اللي محتاجاه المنطقة الفارغة من راسك وليكن محتاج مثلا 1000 جرافت، بس انت منطقتك المنحة علشان نقدر نقتطف منها مثلا 600 او 700 جرافت، علشان لو خدنا اكتر من كده ممكن نضرها ونسبب تشوهات فيها. فيبقى احنا هنا عندنا لازم نحافظ على المنطقه المالحه، فبنشوف منطقه تبرع اخرى نقدر نقتطف منها عشان نقدر نجيب عدد. ايه هي اقرب منطقه لشعر الراس؟ هي منطقه اللحيه، منطقه الدقن. طب ليه منطقه الدقن مش منطقه اخرى؟ لان منطقه الدقن فيها شعر سميك، شعر بيطول لو سبناه يطول، انما اي منطقه اخرى بتكون فيها الشعر اضعف او مش بيطول بنفس الطول اللي يكافئ معانا الشعر بتاع الراس. العفو يا استاذ عبد الله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يكرمك يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم ايدك بقى، ما شاء الله عليك. وبعدين مش في اللايف كده، ده بينا وبين بعض. في اي حد عنده اي استفسار اخر؟ لا اله الا الله. خلاص يعني انا اظن كده ان احنا ان شاء الله يعني نكرر اللايفات دي اول باول، وباذن الله يعني تكون فيها قدر من الفائده، علشان خاطر الناس اللي بتبقى مثلا عندها اي تساؤلات او اي تخوفات نقدر نجاوب عليها، ونحاول نعملها كل فتره باذن الله. ان شاء الله يعني اتمنى يكون وقت خفيف وتكونوا استفدتوا اي معلومه، او كان عند حد اي تخوف قدرنا نجاوب عليه. وان شاء الله الامور تبقى كويسه. بص يا استاذ محمد، حضرتك ما شاء الله ممكن بس تبعت على رقم الواتس اللي موجود على الصفحه، وفي وقت العياده ان شاء الله نرد على حضرتك في اي وقت عادي خالص، مفيش مشكله ان شاء الله. لسه اي حد عايز افضل علاج للمنطقه المانحه قبل العمليه؟ والله زي ما احنا قلنا يا ابو عمر، العلاج للمنطقه المانحه هي الفكره كلها. لو المنطقه المانحه بتاعتنا منطقه متاثره بالصلع، يعني هي طبيعه المنطقه المانحه وليكن شعرها خفيف، او نفترض افتراض مثلا بيوضح المثال بقوله للناس، لو انا شخص بنيتي الجسديه ضعيفه ما عنديش عضلات، علشان اكون عضلات لازم اروح الجيم. طب لو انا وقفت الجيم في اي وقت من حياتي تاني هرجع لكتلتي الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها. طب لو انا عندي منطقه مانحه ضعيفه متاثره بالصلع، الشعريه فيها رفيعه، عايز اديها حاجه تقويها، ايا كان نوع العلاج اللي هاخده لفتره مؤقته هيقوي معايا الاختطاف، تمام، وهختطف الشعر وهو قوي، بعد كده هزرعه. طب لما اوقف العلاج بعد العمليه بفتره هيرجع الشعر المزروع والشعر في المنطقه المانحه لطبيعتهم قبل العمليه.
اللي هي الطبيعه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي احنا هل هي محتاجه ان احنا نفضل مكملين على علاج، ولا هي كانت اصلا طبيعتها قويه مش محتاجه ان انا اقويها. فهي لو كانت طبيعتها اصلا ضعيفه ومتاثره اصلا بالصلع، بالتبعيه بنقول ان احنا بنكون محتاجين علاج نمشي عليه بعد العمليه عشان خاطر نحافظ على قوه المنطقه المانحه في المنطقه المزروعه. بمثال، لو انا عندي شجره موز في ارض واخدت الشجره دي من ارض بجدرها حطيتها في ارض جديده، هي هتطلع في الارض الجديده موز ولا برتقال؟ هتطلع موز برضه. فانا بالتبعيه لو انا عايز اخلي طبيعه شعريتي الضعيفه دي في المنطقه المزروعه قويه، فانا لازم افضل اخد لها العلاج دايما. ينفع زراعه لحاله عامل تقنيه SMB؟ ينفع عادي، مفيش فيها مشكله ان شاء الله. بس زي ما اتفقنا بيتم فحص المنطقه المانحه ونشوف هل هي قويه ونقدر من خلالها ناخد عدد من الجرافتات كافي، ولا بنحتاج ان احنا نستعين بمنطقه اخرى، او هنفضل واخدين علاج ولا مش هناخد علاج. ده كله بنحدده في وقت الكشف ان شاء الله. فاتمنى تكون فهمت النقطه يا استاذ ابو عمر، اللي هي فكره ان احنا المفروض عشان نقوي المنطقه المانحه لازم نفضل مقويينها بعد العمليه عن طريق نفس العلاج اللي اخدناه قبل العمليه. يعني هو الموضوع بيكون معادله فيها، يعني هي معادله بنسميها معادله صفريه. هو انا عندي شعر ضعيف، فالشعر الضعيف ده لو انا عايز اقويه قبل العمليه، في التبعيه لازم اقويه بعد العمليه. طب لو انا جاي لحد منطقته المنحة اصلا قويه جدا جدا جدا، هل هفضل ياخد علاج بعد العمليه؟ لا، هي المنطقه المنحة قويه، فانا مش محتاج ان انا اقويها بعلاج، باخد علاج لفتره مؤقته، لان الشعر اصلا طبيعته قوي وطبيعه الجرافتات فيه قويه جدا، فليه هاخد له علاج بعد العمليه؟ او مش هحتاج اخد له علاج بعد العمليه. باشمهندس محمد، ازي حضرتك؟ نورك، انت اللي منور الدنيا كلها. فأتمنى يعني تكون حضرتك فهمت الفكرة واللي على أساسها بنقول الموضوع. متى تبدأ النتائج بعد الزراعة، ومتى تظهر الكثافة بشكل واضح؟ بص، هي العملية عندنا فيها كذا مرحلة. أول مرحلة خالص بعد العملية طبعا اللي هي مرحلة اللي احنا بنساعد البصيلات المزروعة، بيكون حواليها جزء من النسيج الجلدي، فالجزء من النسيج الجلدي ده بينشف وبيعمل قشرة سوداء، فالقشرة السوداء دي احنا بنحاول بطريقة معينة ان هي تطلع من الراس عشان الشعر المزروع يظهر. الشعر المزروع ده لما بيظهر بيخش في حاجة مرحلة اسمها مرحلة الصدمة، لأنه اتنقل من مكانه الأصلي لمكان جديد. فهو في مكانه الجديد ده عم يبدأ يتكون ليه شعر، او يبدا يتكون ليه تغذيه دمويه، بياخد وقت. ففي المرحله اللي هي المرحله الانتقاليه دي بتبقى من 10 ايام لحد شهرين، دي بنسميها مرحله صدمه، ان الشعر المزروع ده كله بيتساقط كاننا ما زرعناش. بس بيتساقط ازاي؟ الشعريه بتقع لكن البصيله بتفضل مزروعه تحت الجلد. طيب البصيله اللي بتقع دي، الشعريه اللي بتقع دي بترجع بعد شهرين او بعد من شهر لشهرين بالظبط، كاننا ما فيش اي زراعه في العمليه خالص، وكل الزراعه وقعت وكل الشعر ما عادش موجود معانا. طيب بعد كده بداية من الشهر الثالث أو نص الثاني أو نص الثالث، هي بتختلف من شخص للتاني، يعني ما بين النص الثاني والنص الثالث بتبدأ مرحلة الإنبات. بيبقى الشعر بيطلع شعر ضعيف خفيف جدا جدا جدا، ممكن بس بيبقى راسم معانا رسمة الزراعة. بتبدأ الكثافة بتزيد شهر بعد شهر، بتوصل مثلا لكثافة حوالي 60% من النتيجة بعد 6 شهور، يعني بداية الشهر السابع. بتختلف من شخص لشخص، بس انا بتكلم عن الشائع ان بعد ال6 شهور بنكون وصلنا ل 60% تقريبا من النتيجه. بتفضل الكثافه تزيد بعد ال6 شهور دول لحد ما نوصل للكثافه النهائيه، بتكون بعد سنه ونص. ليه بتكون بعد سنه ونص؟ لان احنا ساعات لما بنزرع بيكون عندنا الجرافت المزروع فيه بصيله احاديه، بصيله ثنائيه، بصيله ثلاثيه. طب الجرافت الثلاثي ده على ما تبدا الشعرايه او ال3 شعرايات يطلعوا ويخترقوا الجلد بياخدوا وقت، وعلى ما تبدا كل الشعيرات تاخد سمكها الاصلي بتاخد وقت. فاحنا بنقول ان النتيجه النهائيه للعمليه بتبقى من بين سنه لسنه ونص، بس بتبدا تحس بشكلك الكويس بعد العمليه بحوالي 6 شهور تقريبا. ما شاء الله يا باشمهندس محمد، يعني يا باشا انت فيك البركه ما شاء الله. شهر ونص والشعر بدا يظهر بس خفيف، ده طبيعي. احنا لسه بنقول دلوقتي اهو ان الشعر بيبدا يظهر في اغلب الناس بعد شهرين، لكن في ناس طبعا استثناءات، بس انا بتكلم عن الطبيعي عند الناس ان احنا بيبدا الشعر ينبت مثلا من بعد شهرين ونص، بعد 3 شهور في الفتره دي. فدي علامه كويسه جدا جدا، يعني ان شاء الله 4 شهور كده ونعمل فيديو بقى مع حضرتك. فهي دي باختصار يا استاذ اسامه الخريطه بتاعت العمليه او التسلسل الزمني. ربنا يبارك في حضرتك يا باشمهندس، انت فيك البركه، يعني ربنا يعلم
كان يومك يوم خفيف وكان يوم جميل، بسم الله ما شاء الله يعني. يا باشا ان شاء الله هنعمل كل ده يعني. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. احنا بتهيألي انا قلت الكلام ده يا أستاذ اسامه في اللايف من شويه. هو فكره احنا اتفقنا، انا هفترض معاك افتراض مثلا ان انا واحد طبيعه بصيلاتي كلها احاديه ورفيعه، كلها احاديه ورفيعه، يعني الجرافت فيه شعرايه واحده، لكن كل جرافت بيطلع شعرايه واحده ورفيع في نفس الوقت. خلاص، وزرعت لك 3000 جرافت، يبقى انا زرعت اجمالي للحاله دي كام بصيله شعر؟ 3000 جرافت دول يساوي 3000 شعرايه مثلا. خلاص، طب واحد تاني زرعت له بنفس مساحه الصلع، في نفس مساحه الصلع 3000 جرافت، لكن كانت جرافتاته كل جرافت سمكه سميك والصبغه فيه تقيله جدا، وطبيعه الجرافت الواحد انه فيه مثلا 3 بصيلات، يبقى انا زرعت له من 3000 جرافت 9000 شعرايه او 9000 بصيله. فبالتبعيه طبيعه ان كثافه ال 9000 مش هتبقى زي كثافه ال 3000. ده بفرض انك قلت لي نفس الظروف، نفس الظروف بقى. انما لو كانوا نفس الظروف من حيث الجرافتات، نفس عدد البصيلات ونفس مساحه الصلع ونفس شكل الشعر ونفس كل حاجه، يعني ممكن تبقى في فروقات شخصيه، ان بعض النتائج بتتاخر، او ان كان في خلل لا قدر الله مثلا وقت الزراعه، ان حصل حاجه اسمها كراشنج البصيلات، ان الفريق اللي بيقوم بوضع البصيلات في القنوات يكون مش مدرب بشكل كافي، فهو بيزرع الجرافت مثلا الثلاثي يموت بصيلتين ويطلع واحده، او يموت الثلاثه وهكذا يعني، او ان وقت العمليه يبقى طويل جدا على البيشنت، فبعض الجرافتات ما تنجوش، يعني في ظروف اخرى. بس في الطبيعي ان لا، كله ينجو بنفس الطريقه. ازي حضرتك يا استاذ عمر، ربنا يبارك فيك. ما انا قلت لحضرتك العلاج اللي بيقوي المنطقه المنحه، احنا اتفقنا يعني، لو حضرتك لو احنا كنا كشفنا فاحنا بناخد علاج بنمشي عليه. العلاج ده لو المنطقه المنحه اصلا ضعيفه، فاحنا بندي علاج عشان نختبر استجابه المنطقه المنحه ليه. طب لو المنطقه المنحه بتاعتنا استجابت وبقت قويه، فهي بالتبعيه لازم نفضل مكملين على العلاج بعد العمليه، لان انا العلاج ده هو غير من طبيعه البصيلات ولا قواها. هي بصيله مصابه بالصلع، انا عندي شجره موز اخدتها حطيتها في ارض تانية هي هتطلع موز، فالشعريه بتاعتك شعريه رفيعه وضعيفه لا تكفي لعمليه الزراعه، فبنعمل لها علاج استباقي قبل العمليه علشان نخليها اقوى ونخليها انضج، واحنا بنقتطفها تكون بشكل اقوى، فنقدر نقتطفها بسهوله وبكفاءه اعلى، ونزرعها تكون نجاتها اكبر. وبنفضل مكملين في الحالات اللي زي كده، بنبقى مشترطين ان احنا لازم نكمل على العلاج بعد العمليه، لان هو الموضوع مش موضوع ان انا عايز اقول لك تعالى اما اعمل لك سحر. الزراعه مش سحر، هي الزراعه عباره عن عمليه نقل بصيلات من مكان لمكان، فانا بنقلها من مكانها الاصلي للمكان اللي هتتزرع فيه بنفس خصائصها. يعني هي لو الشعريه رفيعه هتطلع رفيعه، لو الشعريه تخينه هتطلع تخينه، لو الشعريه مصابه بالصلع هتبقى مصابه بالصلع في المكان الجديد ايا كان مكانه ايه. فهي دي القصه باختصار. فاحنا لو هنقوي المنطقه المنحه لازم نفضل ماشيين على العلاج على طول، لازم، لان مفيش حاجه اسمها علاج يغير من طبيعه البصيلات للابد. مفيش حد بيغير من جيناته، مفيش حاجه بتغير جينات الانسان. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ اسامه، على راسي. يعني برضو ايه، نصبر دقيقة كده، لو في اي حد عنده اي استفسار. ما كاش استفسارات بقى ننهي ان شاء الله يعني. يعني موضوع تقوية المنطقة المنحة دي احنا شفنا فيه حاجات كتير، ان هو الدكتور ان احنا مثلا ناخد العلاج لفترة مؤقتة. طب هو انا لما اخده لفترة مؤقتة، يعني اللي بياخد علاجه للسكر لمدة 5 سنين وقلنا زهقت هوقفه في السنة السادسة، بيرجع في السنة السادسة ما بيتعبش؟ لا، هو هيتعب. هي طبيعة جسمه وطبيعة جيناته وطبيعة تكوين مرضي، يعني هو ده مرض مزمن، طبيعته ان هو مزمن. طبيعة البصيلات المصابة هتفضل مصابة. طب لو انا حد زي ما قلت لكم في الاول خالص، شعري قوي ومنطقة المنحة قوية والدنيا مستقرة عندي بقالها اكتر من سنتين 3 بشكل واحد، فخلاص مش مضطر ان انا افضل ماشي على علاج للابد، باخده لفترة مؤقتة بس بعد العملية كنوع من انواع التغذية الدموية للبصيلات المزروعة، وبعد كده بوقفه.
لا، على راسي يا استاذ ابو عمر، ربنا يبارك في حضرتك، واتمنى تكون فهمت الفكره ان شاء الله يعني، وتكون متفهم ليه احنا بنقول لازم نمشي على العلاج يعني. استاذ اسامه، آخر سؤال، هل في طريقة تحول البيبي هير لشعر أسمك؟ وإيه المدة اللي أحكم بعدها إن العلاج مش نافع في الخطوة دي؟ طيب، ما هو عشان نفهم يعني إيه صلع وراثي، الصلع الوراثي هو في مرحلة ما من الأول، هو إحنا عندنا الشعر في حاجة اسمها الفيلاس هير أو البيبي هير اللي إحنا بنقوله ده، وحاجة اسمها التيرمينال هير اللي هو الشعر السميك، اللي هو الشعر الناضج عند كل الناس بعد مرحلة معينة من حياتهم. طيب، الصلع بيجي الطفل بيبقى عندنا بيبدا بشعر حاجه اسمها الفيلاس هير، ثم بيتحول لحاجه اسمها التيرمينال هير، وبيفضل ثابت في الشكل ده. لو حد مصاب بالصلع الوراثي، الصلع الوراثي بيخلي السايكل تمشي بشكل عكسي، الشعر اللي هو التيرمينال هير اللي هو الشعر السميك ده بيبدا يتحول تاني للفيلاس هير او البيبي هير اللي انت بتقول عليه. طيب، فانا لما برجعه للبيبي هير ده يبقى هو شعر هيموت مع الوقت، ان هو شعر مصاب بالصلع هيموت مع الوقت، لان الصلع عندنا درجات، في صلع درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه وهكذا. يعني مثلا ان حد يبقى عنده السبعتين دول بنسميه مثلا صلع من الدرجه الاولى او الثانيه وهكذا، وتبدا تخش لجوه، كل ما تخش لجوه بشكل اكبر تبدا درجه الصلع تزيد. فاحنا البيبي هير اللي في المناطق دي، او البيبي هير اللي بيكون عندنا بقى عند بعض الناس في درجات الصلع الكبيره، فهو بيكون الشعر المصاب بالصلع الوراثي. طيب، الشعر المصاب بالصلع الوراثي ده فهو معادله صفريه، يا اما هتاخد له علاج ايا كان نوعه، ايا كان نوعه، انا مش عايز اقول اسماء دلوقتي عشان خاصه الناس ما تحبش تسمع الاسماء، بس طبعا اكفأ وافضل علاج، او ما فيش غير 2 علاجات معتمدين من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه اللي هي الاف دي اي، اللي هم اسمهم المينوكسديل وحاجه اسمها الفيناسترايد. خلاص، دول اكفأ علاجين. او الفيناسترايد ده منه انواع يعني، اللي هي الانتي اندروجينز دراج، اللي هي العلاجات المقاومه لهرمون الذكور بشكل معين. طيب، فاحنا لما ناخد علاج لازم يكون في حاجه من الاثنين دول، لازم يكون في حاجه في الاثنين دول. طب الحاجه من الاثنين دول هي دي اكفأ حاجه هتحول الفيلاس هير تاني، اللي هو الشعر بتاع البيبي اللي انت بتقول عليه ده، لانه يخش في مرحله النضج من جديد. طيب، انا لو حولته لمرحله النضج في خلال من 3 ل 6 شهور، دي بتكون منطقه الاختبار اللي حضرتك بتسال عليه، يعني من 3 ل 6 شهور. طب بعد ال6 شهور دول لقيت نتيجه كويسه وبدا الشعر يتحسن، خلاص المفروض افضل مكمل على العلاج ما اوقفوش، لان لو وقفته هتبقى في نفس الفكره، ان الصلع الوراثي هيبدا ينشط من جديد، وهيحول الشعر اللي اتحول لشعر ناضج ده لشعر ضعيف، ثم شعر يموت واخش في الصلع من تاني. هي معادله صفريه، يا اما نفضل ماشيين على العلاج مدى الحياه، يا اما هنزرع شعر. طيب، امتى ينفع نزرع شعر وما نستخدمش علاج؟ زي ما قلت، لما تكون المنطقه المنحه قويه ودرجه الصلع درجه صغيره تسمح لي ان انا ازرع بدون ما احتاج العلاج بعد كده. في اي حد عاوز يسال عن حاجه تاني؟ ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ اسامه، وان شاء الله تكون حاجه مفيده لحضرتك باذن الله. احنا كده يعني اظن قلنا اكتر من اللي كنا ناويين نقوله يعني، بس اتمنى يعني الحمد لله ان هو كان وقت ظريف، وان الكل يكون استفاد من اللي قلناه. وان شاء الله نقابلكم مرة تانية بقى في لايف جديد، نحاول ان احنا ما نقطعش العادة دي باذن الله يعني معاكم. وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، وجمعة طيبة عليكم.